ودلوقتي يا جماعه هنبدا مع بعضنا الكورس، وهنبدا بالصفحه الاولى من ورقه الكورس اللي كنا شغالين بيه. اول حاجه هنبدا بيها طبعا دوت كورس. كورس الالماني. اول حاجه ناخدها دلوقتي مع بعضنا das Alphabet. das Alphabet اللي هي الحروف الابجديه. يلا نبدا. اول حرف عندنا ثاني حرف ب ب ثالث حرف اتسي د د اي اف يبقى دي ب ت د اي اف. الحرف دي اسمه ايه؟ الحرف دي اسمه تمام. اف ج ها اي يد ك عادي ال ام ان او بي كو اغ تمام. تاني ج ه اي يد ك عادي ال برضو عادي ام ان او بي عندي برضو كو اغ او ار هنعرف دلوقتي. اس ت او فاو الحرف ده اسمه فاو، وده اسمه في فاو في. اكس ابسلون الحرف اسمه ايه؟ ابسلون اتست ابسلون اتست. تاني ب ت ت د اي دي ودي اي اف ج ه اي يد ك ال ام ان او بي كو اغ اس تي او فا في اكس ابسلون اتسيت. تمام. تعالوا نمسكهم حرف حرف. الحرف ده اسمه يعني بنجيب كلمه بننطقها نفتح بقنا كأن حد ضرب تمام. الحرف اسمه ايه؟ يعني لما اقول لك الكلمه دلوقتي حاجه سهله خالص اهي. تعرف تقرا؟ ارفع دي ايه؟ هنقول اقفل. تمام. الحرف ده اسمه بي عادي. مثلا الكلمه دي هنقول نا بنانا. تمام. با مش با. الحرف ده اسمه دي اي مش قلنا اقفل. تمام. تسي حرف اللي تسي اما بيتنطق سين اما بيتنطق كاف. امتى بتنطق كاف؟ على طول بتنطق كاف. طب امتى بتنطق سين؟ لو جه بعديه حرف الاي او الاي او الابسلون بننطق ايه؟ سين. غير كده اي حاجه تيجي بعدين بننطقها كاف عادي. ده حرف الدي عادي، ده حرف الاي ده حرف الاف، ده حرف الجي بيتنطق جيم يعني مثلا قلت لك كلمه زي كلمه ده ماشي. يبقى طب بص، ده حرف الجي بيتنطق جيم، ده حرف الهاء بيتنطق ه، وده حرف الاي بيتنطق كسره كده. يلا بقى نطلع الكلمه دي هنقول جي
جيتار. جيتار دي دوبل ار، 2 ار. هنجيب دلوقتي حرف الار، هنعرف اذا كان يعني بتنطق غين او ر. جيتار، عايز تقول جيتار لحد دلوقتي ماشي، جيتارة تمام. ده حرف اليود، يود. او الاسم تاني في اللغه الالمانيه اسمه يا، يا. يود او يا، اول حرف ايه؟ الياء، فيتنطق ايه؟ تمام اهو. يلا اقرا. اللي تسيبها بيتنطق كاف على بعضين، هتبقى ايه؟ يا كا تمام. القاء عادي، ال ام ان او بي عادي. كو دي بيتنطق كاف. كو اغ. تعال بقى هنا الاغ بقى. الاغ او الار اما بيتنطق غين اما بيتنطق ر. نطقته غين صح، نطقته ر صح، عادي اللي يعجبك انت. بس الالمان عاده بنسبه كبيره قوي 90% مثلا في الكلمات بتلاقي بينطقها غين، فبالتالي انا بنطقها غين وبخلي انا عندي تنطقها غين برضه تمام، عشان لما اجي اسمعهم حاجه ما يقعدوش يعني جت منين الغين ديت، فاللي هو هينتهي خالص. فعامة ايه يعني غين بنسبة أكتر تمام، بس المنطقة دي عادي برضه عادي، يبقى اسمه إغ أو إر تمام. يعني تنطق غين تنطق غين، 90% أكتر بتنطق ايه؟ بتنطق غين. اس، حرف الاس. حرف الاس دي لو جه في الأول أو جه في النص، لو جه في الأول أو النص بيتنطق زين، زين تمام، زي الكلمة ديت كده. هتقول تمام. نرجع لحرف الهاء دلوقتي. حرف الت، حرف الاو، او بيتنطق ايه؟ ضمه. حرف الفاو بيتنطق ف. حرف الفي برضه بيتنطق ف. فا وفي الاثنين ف، فا وفي اولهم إيه اصلا ف. اكس عادي. ابسلون هيتنطق ضمه، ابسلون هيتنطق ضمه تمام. اللي اتست هيتنطق ت س. اسمه ايه؟ اتست، اتست هيتنطق ت س. كلمه زي كلمه زي الكلمه دي كده، كلمه صعبه. هيتنطق ايه؟ بيتنطق ت س، يبقى ارتست تمام. بص معايا، حرف الهاء لو جه قبليه حرف متحرك وبعدين حرف ساكن ما بيتنطقش. لو جه قبلهم ساكن بعدين متحرك ما بيتنطقش. جه متحرك ومتحرك والله برضه ما هيتنطق. من اخر حرف الهاء قدامه متحرك بعدين متحرك مش هيتنطق تمام. امتى تنطق؟ لما يكون الاثنين حرف، الاثنين ساكنين. طب هي الحروف المتحركه عندنا حرف الآ، حرف الإي، حرف الإي، حرف الأو، حرف الأو تمام. ده الحروف المتحركه. واحد منهم جاب لي يجي بعديه سواء ده او ده او سواء الاثنين في المكانين مش هيتنطق الهاء. زي هنا لما جينا قلنا هنا يعني هنا قبليه متحرك وبعدين متحرك صرف من قبل يبقى مش هيتنطق. يبقى قلنا الاس بيتنطق في الاول وفي النص ايه؟ زين، لكن في الاخر بيتنطق ايه؟ سين عادي تمام. في الاول يلا انطقها لي كده، الاس هتنطق زين ولا مش هتنطق؟ هتبقى زين، زين. طب واحده ثانيه، جين، مش ده في الجين بيتنطق جين يبقى جين. طب ننطق كمان واحده قبل المتحركه حتى لو بعد ساعه برضه مش هتنطق. ليه بقى؟ بص معايا تمام. دي الحروف بتاعتنا. طيب عندنا 4 حروف في اللغه زياده، 4 حروف زياده او مشتقين. يعني زياده مشتقين، ليه مشتقين؟ ليه زياده؟ لانهم زياده على الحروف ديت اللي احنا متعودين عليها. طب لو مشتقين لانهم متاخدين اصلا من الحروف ديت. ازاي؟ بص معايا، يعني عندك مثلا الحرف ده كنا قايلين اسمه ايه؟ الحرف ده كنا قايلين اسمه ايه؟ اللي هو ده، مش ده الحرف الكبير الكوست دي الكورتس الصغير ده حرف ايه؟ لو جه عليه نقطتين كده اسمه املاوت. جه عليه نقطتين كده حاجه زي التبعيه عندنا في العرب. نقطتين بيبقى نطقه ايه. لو لقيت عليه نقطتين كده يبقى نطقه ايه، ايه. يعني كنا واخدين حرف من الحروف دي اسمه نطقه ايه، حد فاكره؟ ايه
اهو ده نطقه بقى زيه بالظبط. تمام؟ لو عملنا نطق كده لو نطقه ايه كلمياتي هتقول لنا اه ولا تقول ايه؟ هيفرق نقطتين اهو. هتقول ايه؟ ده حرف الجي بيتنطق جيم وده حرف الابسلون بيتنطق ضمه زي ما لسه قايل وكمل بي تي ان. يبقى ايه ايجيبتن ايجيبتن هتبقى اسمها ايه؟ ايجيبتن بتاع مصر. او ملود ايه؟ او ملود دي او ده كده ده او. تمام؟ لما نحط على نقطتين او ملود يعني هتبقى او ضم بقى كده هتبقى او زي كلمة طويلة هي دي. بص حاول تنطق النقطة دي الأول وبعد كده سيبك من دي. يعني هي كلمة واحدة بس يعني لحد دلوقتي يعني خلينا هنا. هنقول أوستا عايش. تمام؟ أو مش أو ضمه بقى شوية. الحرف التالت اسمه أو. اسمه إيه؟ أو. لما نحط عليه نقطتين كده هيبقى اسمه لما نحط عليه نقطتين كده يبقى اسمه إيه زي ابن. تمام؟ الحرف الرابع بتاعنا اسمه ايه؟ بص معايا. الحرف ده اسمه ايه؟ اس. تمام؟ الحرف ده اسمه ايه؟ اتست. بص الحرف الرابع بتاعنا اسمه اس ست. اس ست ملوش علاقه بيه بس انا بقول لك يعني اس ست. تمام؟ الحرف ده عامل ازاي؟ بص هتحسبه لك كده يعني هو في شبه من البي بس البي يعني البي اهي الثلاثين قد بعض. تمام. انما دي عصايه طويله كده دي صغننه كده ودي طويله كده. تمام؟ ويبقى ايه؟ يبقى في فصل بينهم هنا. يعني تلاقي هنا كده في فاصل في فتره يعني دي مش ملامسه العصايه دي. تمام؟ دي صغننه دي ودي طويله كده. تمام؟ اسمه ايه؟ اس ست. ده عباره عن الاس ست دي عباره عن دوبل اس 2 اس فبالتالي هتنطق س. تمام؟ او ملوت بتنطق ايه؟ او ملوت بتنطق او ملوت بتنطق ايه؟ اس ست بيتنطق طبعا س. كلمة زي الكلمة دي كده مثلا لو بنقول لنا زوس. طب ما حتى لو قلنا فين؟ حرف الاس في الاول بيتنطق ايه؟ قايل لكم بيتنطق زين. طب قلنا حرف او وملو بيتنطق ايه ده مبقى اكتر ايه زو وده اس ست اس طبعا بيتنطق سين زوس. تمام؟ طيب دي الحروف بتاعتها A B C D E F G H I ي. الإي طبعا بتنطق كسرة في الكلام كسرة ي كده صنونة حلوة كسرة ي ك ال M N O P Q R أو R S T U V V X إبسلون إتسل أو ملود A أو ملود أو ملود A اس ست اللي هو عبارة عن دوبل اس. كده احنا خدنا الحروف الأبجدية من الألفابet. الحروف ايه؟ الأبجدية. استنوني. طب يا جماعة دلوقتي يا جماعة احنا خدنا الحروف. دلوقتي يعني لو كتبت أي كلمة ألمانية نعرف نقراها. احنا خدنا الحروف كلها اهي خلاص. أي كلمة يعني أي كلمة تقابلنا بعدها نقدر نقراها؟ نقدر نقرا أي كلمة؟ طيب احنا قلنا أيوه صح؟ بجاوب غلط. بص معايا. يعني احنا دلوقتي يعني مثلا حد في حرف من الحروف ديت أو حاجة من ديت يعني فيها نطق الشين؟ شين ما فيش شين خالص طبعا صح؟ يعني ايه لغة بحالها؟ لغة ألمانية بحالها ما فيهاش نطق الشين. يعني الألمان ما يقولوش خالص ما عندهمش دبان مثلا فالألمان يعملوا ايه؟ يسكتوا؟ لا طبعا. بما ان الحروف ما فيهاش حرف الشين فقالوا نعمل ايه؟ يعني نجيب كذا حرف كده نروح ملزقينهم في بعض كده كذا حرف والحرف دي كذا حرف يلزقهم في بعض كده نعملهم مقطع والمقطع ده بيدينا شين. ازاي؟ بص معايا. قلت مثلا الحرف ده اسمه ايه؟ اس. الحرف ده اسمه ايه؟ اتسي. الحرف ده اسمه ايه؟ ها. الثلاثه على بعضهم دولت نطقهم شين. يعني لو لقيتهم ملزقين في بعض حلوين كده الثلاثه نطقهم شين ما تقدرش دي لوحدها ودي لوحدها لا. مثلا زي يلا انطق بقى شين.
هتبقى شولا شولا شولا. تمام يا جماعه، من مميزات اللغه الالمانيه عندنا ان كل الحروف بتتنطق، كل الحروف حتى اخر حرف، حتى لو كان حرف الاي دي بيتنطق، كل الحروف بتتنطق، مفيش حاجه ما بتنطقش الا لو حاجه من انا قلت مثلا زي حاجه كده. تمام، انما من اول لاخر بيتنطق. تمام، يبقى اس تساوي بنتو ايه؟ شي. تمام، زي ايه؟ شولا. تمام. طيب عندنا مقطع تاني اسمه اي. الاي اي بيتنطق ايه؟ بيتنطق اي. بيتنطق ايه؟ اي. يعني مثلا كلمه زي الكلمه دي هتبقى ناين. تمام، اس تساوي بيتنطق شين، الاي بيتنطق ايه؟ اي. تمام. طب يلا نقرا الكلمه ده تركيز على بعضهم. فالمقطع فلاي فلايش. تمام. طيب المقطع الثالث عندنا اسمه حرف اسمه ايه؟ اي. حرف اسمه ايه؟ دي. تمام، يعني اي وجي دولت لو جم في اخر الكلمه، الحرفين دول جم في اخر الكلمه مش هتنطقوا دي، مش هتنطق دي كده، لا يتنطقوا على بعضهم ايش. تمام، كلمه زي كلمه هيتنطق، انت الار هنا، الار هنا انت ار، هتبقى فيرتش. تمام، يبقى ايه؟ فيرتش. طب الكلمه ديت ايه؟ اهو كنش. دي لو جم في الاخر، لو جم في نص الكلمه او بعدهم حرف او حروف يعني عادي، هيتنطقوا عادي. يعني ده حرف الجي وده حرف الاي بتنطق كسر، ده حرف الجي بتنطق جي، هتنطق عادي. يعني مثلا اهو، يلا اقراها كده على بعضها. انا في الاخر بتنطق ايش. تمام، لكن في النص هتنطق عادي. يبقى كينيجا. تمام، هتنطق النطق العادي بتاعهم، لكن في الاخر بتنطق ايش. دول 3 مقاطع من ضمن المقاطع اللي عندنا اللي احنا عاملينهم. فمش هينفع تكون كل مقاطع مع بعضيها. ادي الحروف الابجديه دي، وادي الحروف المشتقه او زياده، وديت ايه؟ شويه مقاطع. تمام، مش هينفع ناخدهم كلهم مع بعضهم. ليه مش هينفع ناخدهم كلهم مع بعضهم؟ يعني عندك مثلا بص مثلا الاس تسيها بتنطق ايه؟ بتنطق شي. يعني انا مثلا قلت لك مثلا في مقطع ثاني الاس يبقى هنا، يعني مثلا تسيها اس كده بتنطق اكس. فانت هجيب لك اي كلمه تقول مثلا ايه هو بيتنطق، هو ده بيتنطق شين ولا اكس؟ يعني واحده فيهم هتجنني معاك ليه؟ ده حرف الاي وده حرف الاي. يعني لو مثلا في مقطع ثاني اسمه اي فبيتنطق كسره برضه. هتيجي الكلمه لا اله الا الله هو بيتنطق ازاي دي؟ هو دي ولا دي؟ اي ولا ايه؟ هتتجنن. فبالتالي مش هينفع ناخد المقاطع كلها ايه؟ مع بعضيها. بس هناخدها فين؟ في خلال الكورس زي ما انا عملت مع الطلبه، والحمد لله دلوقتي بقى بيقروا يعني زي الفل. كل حصه بدون مقطع جديد. مش هينفع كلهم مره واحده. استنوني. ودلوقتي يا جماعه هناخد مع بعضينا، نخش على الورقه الثانيه من الكورس. هناخد دلوقتي مع بعضينا ازاي تعرف نفسك. دي فورشتلون. ازاي تعرف نفسك. لو ربنا كرمك كده ورحت انترفيو او رحت تتقدم لحد، يعني اول حاجه بيقول لك عرف نفسك. يعني هتتكلم عن اسمك، عن سنك، عن انت ساكن فين، انت منين، انت رايح فين. عرف نفسك. يلا عندنا مصاحبين جديد، عرف نفسك. تمام، عرف نفسك يعني اصلا. عرف نفسك معناها اشتغل. وبعدين باخد السرعه دي بقى. اشتغل دي دوبل ال. اشتغل زيش فور. اشتغل زيش فور معناها عرف نفسك. يعني عرف نفسك اول حاجه تبدا بقى ايه؟ الاسم، وبعد كده تقول سنك، وبعد كده تقول مكانك، السكن. عرف نفسك. اشتغل زيش فور. عرف نفسك. اول حاجه هنتكلم عنها عن النامه اللي هو الاسم. دلوقتي انا عايز اقول لك دلوقتي لو انا عايز اسالك، اقول لك انت اسمك ايه؟ اقول لك ازاي؟ اقول لك في ايست
دو. في هايست دو. في هايست دو. مش اي كنا واخدينهم اي والاس اس عباره عن دوبل اس، هتبقى هايست. هايست دو. في هايست دو معناها ايه؟ معناها اسمك ايه؟ معناها اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ لما اقول لك في هايست دو انت اسمك ايه؟ هترد عليك تقول ايه؟ هتقول ايه؟ بين او بلاش بين. سؤال تاني هتقول ايش هايسه. انا اسمى كذا، انا اسمي كذا. تمام؟ في هايست دو اللي كانت مش هو مساحتها، يعني في 3 اسئله، في 3 طرق تسال بيها، في 3 اجابات تجاوب بيها. تمام؟ فانا اخترت دي. تمام؟ في هايست دو معناها اسمك ايه؟ هتقول ايه؟ ايش هايسه كذا، انا اسمي كذا. لما اقول لك في هايست دو انت اسمك ايه؟ هترد تقول ايه؟ ايش هايسه وتقول اسمك. تمام؟ دي بالنسبه لايه؟ عندك كام سنه؟ اسمك ايه؟ انا اسمي كذا. السؤال الثاني طبعا هتعرف، هتقول سنك. لو عايز اقول لك انت عندك كام سنه اقول لك ايه؟ اقول لك في alt bist du. في alt bist du معناها عندك كام سنه. في alt bist du معناها ايه؟ عندك كام سنه. هترد تقول ايه؟ ich bin، تحط السن بتاعك رقم يعني، Jahre alt. ده ال تي. تمام؟ ich bin الرقم بتاعك، السن 15 20 21 22 ايا كان سنك، Jahre alt. انا عندي كذا سنه. تمام؟ يعني الطلبه كان عندي بتوع اعدادي عندي تقريبا 14 باين، فريد سن ولا اقل ولا باين كانوا 13 يعني لغايه سن. المهم لغايه سن المهم 13. هتقول ايش بين، تحط الرقم ياجا او انا عندي كذا سنه. تمام؟ طيب مش هنكمل دلوقتي اشتري نزلش فوق، بس هناخد حاجه دلوقتي محتاجينها دلوقتي. ايه يعني؟ مثلا لو حد جه قال لك، في جيتس دير. في جيتس دير. في جيتس دير. في جيتس دير معناها كيف حالك. في جيتس دير دي اسمها ايه؟ طبعا ها هنا مش هتنطق، بص معايا. دي اسمها ايه؟ جيت اس اللي هي القومه والاس دي. تمام؟ فاختصارها يعني في كده. تمام؟ فاقول لك ايه؟ في جيتس دير. في جيتس دير معناها كيف حالك، تعمل ايه؟ صباح الفل. تمام؟ اخبارك ايه؟ بس معناها عن صحتك يعني. في جيتس دير انت عامل ايه؟ هترد عليك تقول ايه؟ لو كويس هتقول لي جود. تمام؟ لو كويس تقول لي ايه؟ جود بخير كويس. تمام؟ ممكن تحط معاها كلمه دانكا. تحط معاها كلمه دانكا. تمام؟ تحط معاها كلمه ايه؟ دانكا معناها شكرا. يعني اقول لك انت عامل في جيتس دير، انت عامل، تقول لي كويس الحمد لله شكرا يا عم على السؤال. عايز تقول اقول، مش عايز تقول خلاص. دانكا عامه يعني معناها شكرا، تقولها في اي حاجه شكرا. جود معناها كويس. طب لو مش كويس انطق الكلمه دي بستسيها بتشين طبعا، واللي تسيها هنا هتنطق برضه شين. ليه؟ هنبقى نعرف بعدين. هتبقى اشلشت معناها مش كويس، مش بخير، سيء منيل. اشلشت معناها مش كويس. تمام؟ جود كويس، اشلشت مش كويس. والله في تعبير قلت للعيال يعني لا انت كويس جود ولا انت شلشت وحش، يعني عايز تقول الحال اهي ماشيه يا عم. انت عامل ايه يا عم؟ اهي ماشيه، عندنا ماشيين. اسمه بقى از جيت زو ما تصرفهاش، اللي هي اسمها ايه؟ جيت زو معناها ايه؟ تعبير الماني معناها اهي ماشيه. في جيتس دير انت عامل ايه؟ جود كويس، دانك عامل متشكرين. جود كويس، شلشت مش كويس، از جيت زو اهي ماشيه. تمام؟ دي لو تسأل حد قال لك تعمل ايه؟ ده لو حد قال لك يعني. دلوقتي هناخد مع بعضنا ايه؟ بعد كده نرجع للسؤال ازاي تعرف نفسك. هناخد دلوقتي مع بعضنا، اللهم صل على النبي. دي بجوسو
يعني دي بجوسنج يعني التحية. الله أكبر الله أكبر. دي بجوسنج معناها التحية، ازاي تحيي حد، ازاي تصبح على حد. جوتن جوتن مورجن جوتن مورجن جوتن مورجن معناها صباح الخير. جوتن مورجن تمام. عندنا جوتن ابن جوتن ابن مساء الخير. جوتن مورجن صباح الخير، جوتن ابن مساء الخير. جوتن مورجن تقال الصبح، جوتن ابن تقال بالليل. معلومه والله اكتبوها عندكم. طيب الصبح هتقول جوتن مورجن، بالليل هتقول جوتن ابن. طب بالنهار بقى مثلا اللي هي من مثلا قبل الظهر كده ولا حاجه، او من الظهر مثلا لحد المغرب، يعني هنقول ظهر الخير، هنقول ايه؟ في حاجه اسمها اللي هي زي كده يعني جوتن تاج. جوتن تاج جوتن تاج معناها نهارك سعيد. جوتن تاج. طبعا انتم ملاحظين ان انا ما بكتبش عربي، انا اصلا ما بكتبش عربي والله العظيم، حتى الان ما في كورس والله ما كنت بكتب لهم كلمه عربي. كانوا يقولوا اكتب عربي، ما كنتش بكتب عربي لدرجه ان هم اصلا ما بقاش يعترفوا بالعربي. تمام. ولو غلطت وكتبت كلمه كنت بمسحها في سعيد، مش بكتب عربي خالص. جوتن تاج معناها ايه؟ نهارك سعيد. جوتن مورجن صباح الخير، جوتن تاج نهارك سعيد، انها بتقضي النهار طبعا. جوتن ابن معناها مساء الخير. ايه التاني عندنا؟ مساء الخير. خلاص هتنبه تقول ايه؟ جوتا نخت. جوتا نخت. مش خلاص تصبح على خير. جوتا نخت معناها ايه؟ جوتا نخت معناها تصبح على خير. جوتا نخت تصبح على خير. جوتن مورجن، جوتن تاج، جوتن ابند، جوتا نخت. جوتا نخت تصبح، اللي تصيح طبعا هنا نطق الخاء. تمام. جوتا نخت معناها تصبح على خير. ديتي وديتي كانت ايه؟ الورقة الثانية من الكورس. تمام. ازاي تعرف نفسك، ودي بجوسنج اللي هي التحية. تمام. استنوني. دلوقتي هناخد مع بعضينا، هندخل على الورقة الثالثة، هناخد دلوقتي مع بعضينا نخش على شجرة العيلة بتاعتنا بقى. دي فاميليا. دي فاميليا يعني العيلة. دي فاميليا يعني ايه؟ يعني العيلة. بص معايا، عندك ده هنا فاطا. فاطا فاطا يعني أب. فاطا فاطا تمام، يعني ايه؟ أب. موتا. موتا موتا طبعا يعني مين؟ يعني أم. فاطا موتا. تمام. فاطا أب، موتا أم. الاثنين على بعضيهم معناهم اللي هم مين؟ أب وأم، اللي هم مين؟ الوالدين. اللي هم الوالدين. يعني ايه والدين؟ الترن. الترن تحت الان. الترن. الترن يعني ايه؟ الترن اللي هم مين؟ الوالدين. يعني لما اقول لك والدين، الترن اللي هم الوالدين ابوك وامك. انما ام لوحدها موتا. فاطا يعني ايه؟ اب. تمام. تمام. في صفه كده يا جماعه اسمها ايه؟ صفه اسمها ايه؟ جوز. صفه معناها يعني جوز. جوز دي معناها كبير. كبير. فلما اقول لك، مثلا انت بس جوز، انت كبير. تمام. جوز. عندنا لما اقول لك، احنا قلنا فاطا يعني اب، موتا يعني ام، الترن يعني مين؟ اللي هم مين؟ والدين. لما اقول لك دلوقتي كده بتبقى سريعه شويه معايا. لما اقول لك جوز فاطا اللي هو الاب الكبير، اللي هو مين؟ جدك. جوز فاطا معناه مين؟ جد. جوز فاطا. جوز فاطا. جوز فاطا اللي هو مين؟ الجد. طب لو قلت لك جوز موتا، اسم الله عليك، الست. ستك الجده يعني. جوز موتا اللي هي مين؟ الجده. جوز موتا دي الست. جوز فاطا جدي، جوز موتا ستي. تمام. الاثنين على بعضيهم اسمهم ايه؟ والله ممكن تتوقعوا على فكره.
جوز الترن الجدان اللي هم جوز موتا الجدة، وجوز فاتا اللي هو مين؟ الجد. تمام؟ جوز فاتا يعني جد، جوز موتا يعني جدة، جوز الترن الجدان. فاتا يعني جد، اب موتا يعني ام، الترن هم مين؟ الوالدين. تمام؟ طيب لو جيت قلت لك دلوقتي برودة انطق هنا ار. تمام؟ برودة. بعد اقول للطلبة يعني حرف الار امتى بيتنطق، حرف الار امتى بيتنطق، فهنحضرها هناك حاجات خفيفة فبنطقها ار لحد دلوقتي. تمام؟ برودة معناها ايه؟ اخ. برودة معناها اخ. طيب اشفيستا الاس تساوي بتاعت ايه؟ شين. تمام؟ وده حرف الفي، ناس كتير يعني بيقع فيه شويه. حرف الفي بيتنطق فين؟ اشفيستا. اشفيستا برودة اخ، اشفيستا اخت. اشفيستا يعني ايه؟ اخت. تمام؟ برودة يعني ايه؟ اخ. اشفيستا يعني اخت. تمام؟ الاثنين اللي هم مين؟ اخوات. اخوات يعني ايه؟ خلاص. جيش فيستا. جيش فيستا معناها اخوات. جيش فيستا شايفين كلمه جيش فيستا معناها ايه؟ اخوات. شايفين كلمه جيش فيستا دي هنضيف لها جي بس، وحرف الاي هيبقى اي. جيش فيستا معناها اخوات اللي هم صبيان على بنات. تمام؟ يعني لو عندي اخ اقول عندي ان برودة، اخين صفاي برودة. تمام؟ اخت هكذا برضه اخت. انما اخوات صبيان على بنات يبقى جيش فيستا. جيش فيستا معناها اخوات. تمام؟ صبيان على بنات يعني جيش فيستا وبرودة. تمام؟ برودة يعني اخ، ايش فيستا يعني اخت. ايش فيستا اللي هم مين؟ اللي هي اخوات. فاتا يعني اب، موتا الاثنين التر. جوز التر اللي هم مين؟ الجدان. تمام؟ طبعا كل دي فيه ايه؟ اللي هي دي فاميليا اللي هي العيله. ودي كانت الورقه الثالثه. دي كانت الورقه الثالثه عندنا في الكورس. تمام؟ ورقه استنوني. دلوقتي يا جماعه نخش معانا على الورقه الاخيره من الكورس اللي اخذناه. وقبل ما نخش على الورقه يعني هم معلش هم دول كام ورقه القليلين دولت اللي انت كنت بتدوم كورس، يعني قعدت تجيب الطلب كذا مره وفتره كبيره وبتدوم كورس. اكيد طبعا يعني مش كل دي الحاجات اللي بناخدها بس، يعني في حاجات ثانيه كانت في نشاطات كنت بعملها معاهم، كنت بخليهم يتكلموا وخلوهم نقرا صح، بنجيب كلمات نقرا، بنجيب حاجات نقرا. العيال دلوقتي الحمد لله بتقرا يعني الماني يعني بشكل كويس قوي قوي كمان. فاكيد يعني مش دي الحاجات بس يعني دي الورقه اللي اشتغلنا منه. واللي انا جاي اشرح النهارده كتاسيس للغه الالمانيه. تمام؟ هنخش دلوقتي مع بعضينا نهايه الكورس، وهي هنتكلم عن فاكرين لما كنا واخدين دي فورشتلون؟ قلت لك اشتغل انت شهور عرف نفسك، خدت الاسم في ايس دو قلت ايش هايسه كذا، انا اسمي كذا. قلت لك في الت بيزو عندك كام سنه تقول ايش مثلا ايش بين 26 مثلا. يا غلط انا عندي بس 26 سنه. تمام؟ عن نفسي انا. هنكمل دلوقتي ازاي تعرف نفسك. بص يا جماعه هناخد دلوقتي مع بعضينا ايه؟ هناخد دلوقتي مع بعضينا ليندا اون ايش بضخم. ليندا اون ايش بضخم اللي هي البلاد واللغات. البلاد واللغات. ازاي تقول انا بلدي كذا؟ ازاي تقول انا مثلا بتكلم عربي؟ تمام؟ هناخد كام بلد حلوين كده وكام لغه برضك ايه؟ هم الاساس. بص معايا. اول حاجه نبدا بيها لو قلت لك دلوقتي، لو جيت دلوقتي قلت لك فوهير بيست دو. لو جيت دلوقتي قلت لك فوهير بيست دو انت منين؟ فوهير بيست دو معناها انت منين؟ بسألك عن المكان بتاعك. تجاوبني على القريه، تجاوبني على المحافظه، تجاوبني على البلد بتاعتك. انت منين؟ فوهير بيست دو انت منين؟ والله هتقول مثلا من الجيزه، من القاهره، انا من اسكندريه، انا من مصر. ازاي تجاوب؟ بص معايا. فوهير بيست دو معناها ايه؟ انت منين؟ هتقول ايه؟ ايش بين اوس عجزيه مثلا القاهره الجيزه. فوهير بيست دو انت منين؟ هتقول ايه؟ ايش بين اوس. ايش بين اوس انا من كذا. تحط البلد بتاعتك.
ايا كانت بقى قريه، اي اسم، اي مكان او البلد بتاعتك. تمام؟ مصر. تمام؟ ich bin aus معناها انا من كذا، انا منين؟ من كذا. طيب لو جيت سالتك تاني، لو جيت سالتك سؤال عن اللغه هقول لك ايه؟ هقول لك was sprichst du؟ was sprichst du؟ was sprichst الاس اللي تصيغها بنقطة هنا شي. was sprichst du معناها ماذا تتحدث؟ ماذا انت بتتكلم ايه؟ بسألك عن اللغة بتاعتك. تمام؟ يعني ده بقك معلش اصلا من الياباني. was sprichst du معناها انت بتتكلم ايه؟ بس عن اللغة بتاعتك. هترد تقول ايه؟ هترد تقول ich spreche انا بتكلم كذا. تمام؟ هتقول انا بتكلم كذا وتحط اللغه. تمام؟ فاصل sprichst du انت بتتكلم ايه؟ ماذا تتحدث؟ بسألك عن اللغه. ich spreche انا بتكلم كذا. طيب تعالوا دلوقتي ناخد الدول وناخد ايه؟ اللغات. يعني تقول انا مثلا اقول لك لما اجي اقول لك فوت بيزون انترنت تقول لي ich bin aus كذا، من كذا، من دوله كذا. فاصل sprichst du انت بتتكلم ايه؟ تقول لي ich spreche انا بتكلم كذا. تمام؟ بص بسم الله. عندك لو جيت قلت لك ايجيبتن، موجودين حتى في اول الكورس في الكتاب. ايجيبتن اللي هي مين؟ اللي هي مصر طبعا. ايجيبتن اللي هي مين؟ مصر. ايجيبتن ليه؟ فلسطين اللي هي طبعا مين؟ فلسطين. فلسطين اللي هي مين؟ فلسطين. فلسطين und Ägypten sprechen الاثنين بيتكلموا، فلسطين ومصر بيتكلموا ايه؟ عربي. اللي هي أغابش الاس فيها برضه اللي ماشي، يبقى أغابش يعني ايه؟ عربي، لغة عربية. أغابش فلسطين وإيجيبتن بيتكلموا ايه؟ أغابش. تمام؟ طيب عندنا عندنا مين؟ دويتشلاند اصلا كلمه لاند معناها ارض، معناها بلد، معناها دوله، وطن، بلد. دويتش ده اللغه اللي احنا بنتكلم فيها من بدري والله. الدويتش اللي هي اللغه الالمانيه. تمام؟ فلما اقول لك ارض المانيه اللي هي مين؟ اللي هي المانيا. دويتشلاند معناها مين؟ المانيا بتتكلم ايه؟ دويتش طبعا المانيا وسويسرا والنمسا. دويتشلاند المانيا. دويتش يعني لغه المانيه، حتى احنا كنا كاتبين دويتش كورس لغه المانيه. عندك اسبانيا في مقطع صوت هنا الاس بي في الاول بدل السين ب شين ب اسبانيا. تمام؟ اسبانيا الاس بي في الاول بتنطق شين ب وعندك بردك زي اسبانيا، وعندك بردك هنا الاس دي بردك بتنطق ايه؟ لما تيجي في اول الكلام فقط. يعني عندك زي الكلمه دي كده. اشتغاسة. تمام؟ اشتغاسة. اسبانيا اللي هي باينه باليمين، والله باين من اسمها اسبانيا. اسبانيا بتتكلم ايه؟ بتتكلم اسبانيش. هتلاقي معظم اللغات تقريبا اخرها ايش عربي، دويتش، اسبانيش. تمام؟ عندك ايطاليا بتتكلم ايه؟ بتتكلم ايطاليانيش. بتتكلم ايه؟ ده حرف الان. بتتكلم ايطاليانيش، يعني هتكتب الدولة زي ما هي ايطاليان وتضيف عليها ايش؟ ايطاليانيش هو الحرف الكبير. ايطاليان بتتكلم ايطاليانيش. ايطاليا بتتكلم لغة ايطالية، بتتكلم ايطالي. تمام؟ ايطاليان بتتكلم ايه؟ ايطاليانيش. ايجيبتن وفلسطين بيتكلموا اغابش. دويتشلاند بتتكلم دويتش. دويتشلاند اللي هي المانيا بتتكلم دويتش اللي هو مين؟ اللي هي الماني. اسبانيا بتتكلم اسبانيش. ايطاليا بتتكلم ايطاليانيش. تمام؟ عندك تاني دولة، لو كده قلنا عندك مثلا زي
غوسلاند 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 اللي هي مين؟ والله تتجاب من اسمها روسيا. بتتكلم غوسش 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 يعني ايه؟ اللغة الروسية. تمام؟ بص معايا هنا لو بدأ اقراها بقى. فرانك غايش. فرانك مش قلنا الاي اي بيتنطق اي والاس تساوي بيتنطق شي. تمام؟ فرانك غايش. فرانك قلنا ايه؟ اقرا برضه. تمام؟ فرانك غايش يعني فرنسا. بتتكلم ايه؟ بتتكلم بحرف الست فرانسوزيش. فرانسوزيش 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 يعني لغة فرنسية. عندنا مين تاني؟ خش على الكفار بقى والخنازير. عندنا او اس ار. او اس ار. وعندنا مين تاني؟ انجلاند. انجلاند انجلاند او اس ار. وعندنا مين؟ انجلاند. الاثنين بيتناجروا بيتكلموا ايه؟ بيتكلموا طبعا ايه؟ انجلش. بيتكلمون انجلش. او اس الحرف اسمه او اس ار. او اس ار وانجلاند الاثنين بيتكلمون انجلش. تمام؟ غوسلاند روسيا بتتكلم غوسش. فرنكاش بيتكلم فرنسوزيش فرنسي. او اس ار انجلش بتتكلم انجلش. ايطاليا بتتكلم ايطاليانش. اسبانيا بتتكلم اسبانيش. دويتشلاند بتتكلم دويتشلاند بتتكلم مش دويتش. فلسطين طبعا وايجيبتين الاثنين بيتكلموا عربي. في بلاد تانية ده يا جماعه بقى ايه دي كانت ورقه اسمها لا تمام دي ورقه البلاد واللغات اهي اللي انت انتج باخن. تمام؟ وعندك الاسئله فوق اهي فوهر بيزدو توليش بين اوس تعالى. تمام؟ ادي الورقه. تمام؟ بص دلوقتي لو جيت قلت لك فوهر بيزدو انت منين؟ هتقول لي ich bin مثلا اوس فلسطين. انا من فلسطين. فاصش بغيش انت بتتكلم ايه؟ هتقول لي ich بغيش مثلا اغبش. تمام؟ ich بغيش اغبش انا بتكلم عربي. فوهر بيزدو انت منين؟ انا من فلسطين. انا من كايرو. اليكس جيزه عزيزيه من عجيزيه. تمام؟ سقر المهم هو ميكروباص. فاصش بغيش زو انت بتتكلم تقول ايه؟ ich بغيش اغبش. في كلمه كده كنت قايلها للعيال والله العظيم ما مش عارف اسمها ein bisschen. ein bisschen ديت معناها شويه. شويه يعني لما اقول لك مثلا ايه؟ اقول لك بس بص وانت بتتكلم هتقول ايه؟ ايش بغيش اغبش انا بتكلم عربي وشويه الماني. شويه دي اللي ايه؟ ein bisschen. تمام؟ يعني لما اجي اقول لك بص بغيش السو هتقول ايه؟ مثلا بص معايا هنا فوق هتقول ايه؟ ich بغيش انا بتكلم انا بتكلم مثلا ايه؟ اغبش. انا بتكلم اغبش. حد فاهم حاجه من كتابها؟ ما علينا. انا بتكلم عربي und اللي هي معناها و. حتى ما تحتاجش انك تحط مكانها الاكشن دي. ماشي. und معناها و. und انا بتكلم عربي und ein bisschen وبتكلم ein bisschen. سلام على الخط بتاعي 100 100. وبتكلم ein bisschen مثلا بتكلم شويه ايه؟ دويتش. انا بتكلم عربي وبتكلم شويه الماني. الجراب ده استقلص. اعتقد ده كل حاجه اللي احنا خدناها في الكورس. يعني مش كل حاجه يعني غير اللي كان بيحصل في الحصه طبعا كان في حاجات ثانيه او يعني ده اللي موجود في الورق.